السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. باذن الله النهارده هتكلم عن حاجه مهمه جدا ساعدتني وبتفرق معايا جدا في يومي، وهي انك تقوم قبل صلاه الفجر. قبل صلاه الفجر دي بتكون حياه بينك وبين رب العالمين. بتبدا فيها تصلي القيام، بتبدا فيها تصلي الشفع والوتر بعد صلاه القيام طبعا. وصراحه صلاه القيام دي بتفرق معايا وفرقت معايا، بتفرق معايا على طول. كل ما بطلب حاجه من ربنا، كل ما ببقى محتاج حاجه، كل ما ببقى متضايق، كل ما ببقى آه، بلجأ لرب العالمين، بلجأ إليه في صلاة القيام. صلاة القيام دي بينك وبين رب العالمين بتبقى المفروض حياة بينك وبين رب العالمين. فبتفرق 180 درجة والله في حياة الإنسان صلاة القيام دي طبعا. بعد كده طبعا بتبدأ تصلي صلاة الشفع والوتر. بعد كده الفجر بيأذن. لما الفجر بيأذن طبعا بتقوم تستعد لصلاة الفجر. تمام، تبدأ تتوضأ. انا محمد ببدأ اتوضأ تاني. طبعا لسه مصلي بس ببدأ اتوضأ تاني واستعد لصلاة الفجر كأني لسه جاي من النوم. تمام. وبروح اصلي السنة مثلا او لحقتها. طبعا مهم جدا انك تلحقها. ما لحقتهاش مثلا ببدأ اصلي صلاة الفجر. تمام. وبعد كده برجع. طبعا انا بكون مجهز المهام اللي انا ببقى عايز اعملها في اليوم اللي قبله يعني وكده. قبل ما انام، يعني مثلا عايز اعمل حاجه عليها مثلا بعض المهام، مثلا عليها مذاكره، عليها مش عارف ايه. فببدا اكتبها قبل ما انام، وده صراحه بيساعدني. انا عايز اعمل ايه النهارده، يعني انا عايز اعمل ايه النهارده. فانا بكون مجهز قبل ما انام انا عايز اعمل ايه. ف صراحه برضو والعادات، يعني دي الورقه اللي انا بمشي عليها. يعني دي الورقه اللي انا ببقى ماشي عليها، دي الورقه مثلا. تمام. الورقه دي بصراحه بتساعدني كتير بشكل كبير، يعني في اني ابقى عارف حياتي ماشيه ازاي، امتى اكون شايف حياتي مش ماشيه في الاتجاه الغلط، وامتى اكون شايف حياتي ماشيه في الاتجاه الصح. من خلال الورقه دي، من خلال ان انا عندي مهام وعندي عادات ماشي عليهم. لو بقيت، لو بعدت عن العادات دي او عن المهام دي، فببدا اتعب نفسيا وبقى الدنيا مش معايا الطف شيء. تمام. فصراحه لا، من ضمن العادات دي طبعا هي صلاه الفجر، صلاه القيام، اذكار الصباح، اذكار المساء، وغيرهم كتير طبعا. آه، العادات دي بتفرق شخصيا، بتفرق معاك كتير. علاقتك مع ربنا، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الناس اللي حواليك، هي من خلال العادات البسيطه دي. تمام. وبس تبدا يومك. تبدا يومك بالمهام طبعا اول مهمه صعبه او اي مهمه طبعا. المهم تبدا المهمه اللي انت عايز، المهام اللي انت عايز تبداها سواء كانت سهله او صعبه بقى. تمام. آه، ودايما وابدا يعني حاول كل يوم تبتكر، او حاول كل يوم انك تفكر ان ازاي اليوم التاني يكون احسن من اللي قبله. يعني كل يوم انت بتبقى في صراع مع نفسك كده، صراع مع حالك كده، اللي هو ازاي انا النهارده، يعني ازاي النهارده اعمل اقصى ما عندي، وبكره اعمل اقصى ما كان اكتر من اللي انا عملته النهارده. تمام. انت لو سيستمت عقلك على التفكير ده، اللي هو بكره هيكون احسن من النهارده، بكره هيكون احسن من النهارده. فبالتالي عقلك اللي هو كل يوم في ضغط، والضغط طبعا بيولد الافكار الكويسه. تمام. كل يوم انت بتحط نفسك تحت ضغط، فده بيفرق معاك كتير كتير طبعا. وبيخليك انت مضغوط، اللي هو انا ورايا مهام، ورايا عادات، ورايا حياة لازم اعملها. ممكن ما تعملهمش بنسبة 100%، بس هيفرقوا معاك طبعا ان عملت بنسبة، لو عملتهم بنسبة 50%. على الاقل ان انت، يعني على الاقل ان انت حاولت وعملت ووصلت لنسبة 50%، احسن من انت تعملش خالص يعني. تمام. بس مهم جدا ان تكتب، تعمل كده روتين خاص بيك. تمام. انا ممكن اسيب الورقه دي في الديسكريبشن تحت. آه روتين خاص بيك كده. الروتين ده بتبقى عباره عن مهام، عباره عن عادات. ده مهم جدا، يعني مهم مهم مهم، يعني بيساعدني والله، فرق معايا جدا والله. انا الكلام ده
ما اتكلمت عنه ولا كنت عايز اتكلم عنه الا لما اجربه. وما كنت عايز يعني اقول كلام كده وخلاص، كلام سوشيال ميديا وكلام يوتيوب وكلام كده، لا انا حبيت اجرب الاسلوب ده وجربته كتير وبعدت عنه فترات. ما عرفتش قيمته الا لما بعدت عنه الصراحه يعني. وما عرفتش قيمته برضو الا لما رجعت ليه تاني، اللي هو انك تقوم تصلي انك تقوم تصلي القيام والشفع الوتر. وطبعا هتكون مصلي العشاء قبل ما تنام، وتبدا تصلي الفجر، وتبدا بقى تقرا اذكار الصباح. بعد كده بعد المغرب او على الساعه 5 كده يعني، قبل غروب الشمس تبدا تقرا اذكار المساء، وهكذا. فاللي هو ايه، اللي هو حياه لمن يريد الحياه حرفيا يعني. الحاجات دي، الاساليب دي، الحاجات البسيطه دي بتغير حياتك 180 درجه، بتخليها خاليه الى حد ما من الاكتئاب، من الضيق، من الكآبة، من كل الأفكار السيئة دي. بتبقى إيه، مش بتجيلك طول ما أنت بتعمل الحاجات دي. طول ما أنت مركز على حاجة، مركز على مهام أنت بتعملها، مركز على عادات أنت ناوي تعملها، فكل الحاجات دي مش هتجيلك طول خلال اليوم. وطبعا الورد اليومي ده مهم جدا طبعا. أنا يعني حتى إن كنت مش هتحفظه بس لازم تقراه. أنا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله مداوم على قراءة القرآن من زمان، من شهور، مش هقول لك من سنين، لا من شهور الصراحة. بيفرق معايا قوي، بيفرق معايا بشكل رهيب. تمام. هو قراءة القرآن طبعا مش كل يوم يعني، بس انا صراحة نادرا ان عديت يوم ما قريتش فيه. بس هو بشكل كبير قراءة قرآن مثلا صفحة او صفحتين على حسب ما اقرا طبعا، وبترتيب عشان اعرف انا وصلت فين وبعمل بقرا ايه كده يعني. بس مهم جدا، بيفرق طبعا. وبس كده. سلام.